مفيش دولة في العالم عدد سكانها يخش العيل اولى ابتدائي لازم يتخرج من الجامعة، ضد المنطق. التعليم الالزامي لدول العالم زي سنه لحد الاعدادية. الدولة مطالبة تعلم العيل مجانا لحد الاعدادية، تعلمه لغة عربية كويس، لغة اجنبية كويس، كمبيوتر كويس، قراية واطلاع وثقافة لحد الاعدادية زي الفل، على حساب الدولة. ابوه الغني والفقير عشان يتساوى، ابوه ما يطلعش ربع جنيه من جيبه. بعد كده خطة الدولة بقى اللي قلنا عليها، اللي لازم تبقى الدولة عاملة خطة. انا عاوز ايه والله الفترة اللي جاية؟ انا هستثمر استثمارات جامدة في مجال الغزل والنسيج. يبقى انا هفتح مصانع الغزل والنسيج، يبقى انا محتاج عمال في الغزل والنسيج، يبقى محتاج ناس بتصلح مكن الغزل والنسيج، يبقى محتاج ناس بتصنع كذا، يبقى محتاج ناس بتزرع القطن، يبقى محتاج ناس وهي بتنقي القطن ناخد احسن استفادة منه. اللي هيخش في الليلة دي سواء بقى دبلومات او معاهد او كليات، الحكومه بتدعمه 24 قيراط مجانا، لان دي خطه الحكومه. انا عاوز بقى اخش كليه الكونسرفتوار، ربنا يوفقك وزمر وطبل، بس ده على حساب الوالد مش على حسابي انا دافع الضرايب. هو ده الفرق. دول العالم بتعمل كده. انت عندك خريطه، انا عاوز كمان 10 سنين ادخل من هنا منتج، المنتج ده يخرج لي ايه؟ انما انا بدخل الناس كلها. عند حضرتك ناس يعني الطلبه في المدرج في كليه التجاره 13,000 واحد، عدد المحامين اكتر من عدد المتهمين، عدد المحاسبين اكتر من عدد الشركات، عدد الاطباء اكتر من عدد المرضى، ضد المنطق.